واليوم راح أصبغ هاي القطعة مالت الحديد. هاي راح نخلي بيها إن شاء الله الخشب، وهسه أشوفكم إن شاء الله الخطوات شلون راح نسويها. وأريد أخليها هذا المكان من هناك لهناك، وهذا الخشب كله إن شاء الله راح أكسره وأصفطه تصفيط مرتب. طبعا هاي النوعية مالت الصبغ من أحسن الأنواع للحديد الخارجي. يعني إذا عندك باديو أو شيء من حديد أو طبلة، فهذا النوع ممتاز. ليش؟ لأن يمنع الزنجار ما تصدي، صغير تنفتح وأخيرا ينفتح. طبعا ريحته كلش قوية. جاي أصبغ الجوة، ما جاي أشوفه زين، بس هيجي لطخ. يعني بالعادة قاط واحد ضربة وخلاص، وجه واحد يكون ممتاز. anyways ما راح يعني أصبغ صبغ مضبوط لازم ومرتب، لأن شنو هي راح تكون برا ونحط عليها الخشب اللي نحرقه يعني. وهاي أحلى صباغة اسمها إيمان، جاي يساعدني حبيبتي أمونة. وهذا الصبغ، تعالي صبغي هنا جوا. هاي صبغي هاي هنا. I think we need a little more. يلا سوي بعد، حطي وصبغي. عافية 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 أمونة. I think that's a lot. يلا صبغي. لا هاي كافي. يلا خوش صبغ. You forgot the bottoms. يلا سوي الجوها. شوفوا شلون أعزائي. إن شاء الله بس الجف راح أخليها هناك بهذا المكان، وأجيب قطاعة مال خشب وأقطعها. أقطع الخشب إن شاء الله وأراويكم شلون نسوي. وهاي وصلت اللي قلت لكم عليها، اللي راح إن شاء الله نستخدمها حتى نكسر بيها ذاك الخشب، وبعدين نصفطه على هاي السوباية مالت الخشب الحديد. هاي هي أعزائي مثل ما انتم شايفين. هاي تنطي ضغط 12 طن، يعني تكسر الدنيا هاي إن شاء الله. وهاي هي أعزائي. هاي شنو نحتاجها؟ ما شاء الله يعني حديد يعني شيء المان. هذا بعدين نقرأه. وهسه راح اطلعها من الصندوق من الباكس ونشوفها بعد نجربها. اعزائي شنو رايكم بهذا المنظر الحلو؟ وبعد شوف ذاك الخشب هناك، لازم هذا كله انقله لهنا. الما مكسر راح يكون على هاي الجهة اليسار، والمكسر هنا راح اخليه على هاي اليمين. وان شاء الله بس خلص هذا اللي على السياج راح احط السوباية داخلها وارتبها واوازنها، وبعدين ابلش انقل من هذا اخليه هناك اوديه. والحمد لله على كل حال. هاي بس حبيت شوية اوافيكم واصور لكم شنو جاي اسوي هنا. ويلا ما ظل شيء، ان شاء الله بحول الله باكر هذا كله راح اخلصه. اعزائي المشروع لحد الان قائم، ومثل ما انتم شايفين، بس بيني وبينكم اكلان هواء لان مهين وكل خشبة كبيرة. هاي سراويكم مثل ما انتم شايفين. جاي انقل بيهن هناك، جاي اخليهن بهذا المكان او هذا المكان، على مود شنو اجيب هاي السوباية الحديد ان شاء الله انظف هاي المنطقة هنا واخليها هنا من هناك لهناك، واللي اكسرهن راح اجيبهن واخليهن على السوباية. عيوني اليوم الثاني، وحبيت اوافيكم
وين وصلت هذا اليوم كله نقلته هنا، حطيت الخشب، وهذا هم نقلته من هناك. خليني أشوفكم وين وصلت بهذا المكان. هذا الحمد لله كله خلصته تقريبا، بس راح أنظف الأرضية وأعدلها، وما بقى عندي غير هذه راح أشيلها كلها أنظفها وأحط السوباية إن شاء الله هنا. استخدمت هاي السيارة عندي مالت الحشيش، سحبت بيها تقريبا هاي كلش كبيرة وثقيلة، وسحبت هاي لأن ذني خشب جوز وكلش ثقيل. وأخيرا بعد معاناة حسن ابني الله يعطيه الصحة والعافية ساعدني بيها. طبعا شلت هذا السياج، فتحته، هاي البراغي هنا فتحتها ودفعتها على الجيران، يا الله دخلت. وشوفون هاي الخطوط كانت هاي الحافة مالتها تضرب بيها، بس الحمد لله مثل ما انتم شايفين. بس شنو هسه جاي اقسمها لان الارض منها شوية عالية ومنها نازلة. السلام عليكم اعزائي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم حبيت اشوفكم هاي الكسارة مالت الخشب اللي هي طبعا الشمس بعيني صايرة، اللي هي تختلف عن هذيك صارت بيها مشكلة، وهسه راح اراويكم اياها. المشكلة اللي صارت بيها قامت تليك دهن مالت الجق، وانا كنت اشتغل بيها ما اعرف شنو صار. اعتقد صارت مشكلة جوا بالجق وقام يليك دهن، واتصلت بيهم وقالوا رجعها وما اعرف شنو. بس اوردرت هاي نوعية ثانية اللي هي احسن من عندها وديزاينها يختلف شوية، وهسه راح اشوفكم اياها ونشوف شلون الشغل بيها. طبعا هاي غير شركة ثانية تختلف عن ذيك الشركة، والديزاين يختلف شوية. طبعا بيها تايرات، يعني تايرات شوية كبار حتى واحد يقدر يحركها من مكان إلى مكان بكل سهولة. هسه أول شي راح أركب الواشرات بهاي الطريقة، حتى شنو نركب الويالة جهة، وهاي الجهة الثانية راح نركبها. نحط هذا الواشر هنا، وخلينا نشوف شلون ندخل هاي الحلقة. هاي قاعت الويالة تمام. وإن شاء الله هسه راح نحاول نكسر بيها خشبة ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. حلو. ماكينة كلش مضبوطة والحمد لله والشكر مثل ما انتم شايفين. ويالات من ذني الربر زين، حديد قوي. عندي 12 طن يدفع هذا الجيك. عندك هاي ما عندي القديم اللي اشتريته اول واحد ما كان يبي ذني هاي الطريقة. هاي طريقة كلش ممتازة وزينة والحمد لله، يعني شيء ممتاز، شيء مرتب. وهسه جدور الكيك والموز والعسل ومكانكم فارغ. وبالنسبة لهذا الخشب المكسر الزغار، هذا ما راح أذبه. شنو أسوي وياه؟ أخلط وياه تراب وأخليه بالشمس، وكل أسبوع أو أسبوعين أقلبه وأستخدمه كسماد عضوي للزرع. أنا طبعا من هواياتي الزراعة، أزرع.
واللي يريد خبز مال مناقيش زعتر عربي مضبوط، هذا تحط بيه الزعتر او الجبنه او اللحمه وتحميه شويه على درجه حراره 500-550 لمده 5 دقائق 6. اطيب مناقيش زعتر تطلع عندك. هذا هو سعره $4.49. ممتاز. وقسم الزبد، زبد انواع واشكال طبعا. الدوخ، وهذا البيض اكيد هم الدوخ، لان هم انواع واشكال، وكل من يقول لك اني الطبيعي واني الاورجانيك واني ما اعرف شنو. وقسم العصاير اكيد موجود، بس اني اطيب نوع احبه هذا اللي هو فلوريدا. هاي نوعية ممتازة وتحس بطعم طيب. واكو شغلة اللي احنا كنا نسميها بحت، بالعراق نسميه بحت، اكو يسموه رز بحليب، اكو يسموه ما اعرف شنو. هذا اطيب نوعية. هذا اطيب نوعية اكلتها هنا تكساس. قسم الخبز والصمون طبعا لا يعد ولا يحصى. هذا الخبز نوعية ممتازة الصراحة، لأن بيه حبوب طيبة، كلش طيبة، مثل حب الشمس وحبة السوداء وما أعرف شنو بس يعني حاطين بيه أنواع كلش طيبة. هذا القسم كله مثل ما انتم تشوفوه ما بيه جلوتين، يعني ذول اللي عندهم حساسية ومشاكل من مادة الجلوتين اللي هي تتواجد يعني معظم الأكل، هذا القسم ما بيه. الله يشفيكم الشر ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله دوم، والحمد لله على كل شيء. وأكيد الطماطة زينة 99 سنت، يعني سعر ممتاز بهالوقت هذا الصراحة، والسبب لأن هنا يزرعوها بتكساس. إذا تروحون على الولايات الشمالية تقريبا سعرها $2.50. وقسم المربى، أنواع المربى تشوفه هنا، بس أكو وحدة دائما ما ألقيها وهي مربى الجزر، اللي هي أطيب نوعية عندي والمفضلة طبعا. يعني صعب تلقيها هنا. وهذا العسل عسول، بس شنو ما أنصحكم به. هذا العسل شنو بيش الواحد $5 $4.50 تقريبا، $4.49 ما يقارب 7,000 دينار عراقي. هاي النوعية زينة دائما أنا مجربها، هاي طيبة، هاي مجربها طيبة. معقولة هذا طحين الحنطة. وهذا زيت الزيتون أنواع